بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، معايا النهاردة هنكمل باقي دروسنا في التاريخ مع الخلفاء الراشدين. والنهاردة هنتكلم عن ثالث الخلفاء الراشدين وهو الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، أو كما ذكر أو سمي في الإسلام بذو النورين. خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه امتدت من 23 هجرية إلى 35 هجرية. هنتعرف الأول على حياة سيدنا عثمان بن عفان. ولد في مكة بعد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات. نسبه هو عثمان بن عفان أبي العاص الأموي القرشي. اتصف بالخلق والحياء والكرم وحب الحق، وكان محبوب جدا من أهله ومن الناس في مكة. لذلك عرض عليه أبو بكر الصديق الإسلام فأسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. حياته بعد الإسلام: شارك الرسول عليه الصلاة والسلام في كل غزواته عدا غزوة واحدة هي غزوة بدر. بيجي يسألني ليه سيدنا عثمان لم يشارك في غزوة بدر، وده كان بسبب مرض زوجته فجلس بجوارها بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لازم نعرف ان سيدنا عثمان بن عفان تزوج من 2 من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك أطلق عليه ذو النورين. الأولى كانت السيدة رقية، وبعد وفاتها تزوج من السيدة أم كلثوم رضي الله عنها. أنفق الكثير من أمواله على تجهيز جيوش المسلمين، وده كما حدث في غزوة تبوك. كان بينفق أموال كتيرة جدا على الفقراء والمحتاجين. واداني مثال ليه قصة حصلت معاه في خلافة سيدنا أبو بكر الصديق، وأطلق عليها تجارة مع الله. اللي حدث ان كان في عام كان في قحط وجفاف، ولم يجد أهل المدينة الطعام والبضائع، فكان ليه تجارة أو قافلة سوف تأتي إلى المدينة، وكانت محملة بالكثير من البضائع. فذهب ليه تجار المدينة وقالوا له نشترك منك القافلة ونزيدك على 10 دينارين. لكن عثمان قال لهم قد زادني، فتجار المدينة قالوا له نزيدك على 10 5. فقال سيدنا عثمان قد زادني. فالتجار استغربوا قوي، قالوا له مين اللي زادك؟ احنا كده تجار المدينة. فقال لهم قد زادني 10 ب10، إن الله زادني 10 ب10، وتبرع بهذه القافلة لفقراء المدينة. وفي قصص كتير جدا يا ولاد عن سيدنا عثمان، ومنها ان هو اشترى بئر روما اليهودي وأعطاه للمسلمين لوجه الله. البئر ده كان بيشتروا منه المية بأسعار غالية، وكان اليهودي بيمنع عن المسلمين المياه إن لم يأخذ حقها أو أجر مرتفع عليها. فده خلى سيدنا عثمان يروح له يقول له أشتريها منك. فلما اليهودي رفض قال له خلاص نقسمها مع بعض، أنا هشتري نص البئر، أنت يوم وأنا يوم. وبدأ فعلا سيدنا عثمان يقول للمسلمين من أهل المدينة روحوا واملوا مية واشربوا وخدوا ما يكفيكم ليومين، عشان تاني يوم بيبقى بتاع اليهودي. ففضل كده فترة لغاية ما اليهودي قال له لا خد اشتري البئر كلها، ووهبها سيدنا عثمان لوجه الله. خلافة سيدنا عثمان بن عفان: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قتل على يد أبو لؤلؤة الموجوسي أثناء إصابته وقبل وفاته، أوصى بأن يكون الأمر شورى لاختيار خليفة من بعده بين المسلمين، ورشح لهم 6 من الصحابة على أن المسلمين يختاروا واحد منهم يخلفه أو يخلف المسلمين من بعده. لكنه قال لهم احضروا عبد الله بن عمر في المشورة، ولكن ليس له في الأمر من شيء. مين هو عبد الله؟ هو ابنه. طب ليه طلب ان هو يحضر على أساس ان وصية والده بتنفذ بوجود ال6 اللي هو رشحهم، وان هو أهل للمشورة. ولكن برضو طلب منهم ان عبد الله ليس له في الأمر من شيء، حتى لا يكون بعد ذلك الخلافة للأبناء أو يتوارثها الأبناء. كان رافض ان ابنه يدخل في الخلافة.
اجتمع الصحابة الستة وبدأ بعضهم يتنازل عن حقه في الترشح للآخر، حتى استقر الأمر في الآخر على سيدنا عثمان بن عفان ليكون خليفة للمسلمين، وبايعه المسلمين البيعة العامة في المسجد. بدأ خلافته بتذكير الناس بالإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا، وبدأ كده بنفسه، لأن هو كان بينفق أمواله وبيطعم وهو بيأكل الخل والزيت، فبدأ الناس يشعروا في خلافته بالأمن والاستقرار والعدالة. أهم أعمال الخليفة عثمان بن عفان يا ولاد، لازم نركز في أعمال كل خليفة من الخلفاء الراشدين، ونحدد كل واحد عمل إيه ونفرق بينهم لو سمحتوا. كتابة القرآن في مصحف واحد، ده كان أول عمل ليه. بس احنا مش قلنا جمع القرآن كان لأبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ في اختلاف بين كتابة القرآن في مصحف واحد وبين جمعه أي جمع من كل الأوراق أو الصحائف أو جريد النخيل والجلد اللي كان مكتوب فيه، فالجمع كله في كتيب واحد أو رقائق واحدة. أما اللي كتبوا بعد كده في مصحف واحد، هو ده اللي متداول عندنا دلوقتي، ولو انت فتحت المصحف بتاعك هتلاقي الغلاف مكتوب عليه المصحف العثماني نسبة إلى سيدنا عثمان بن عفان. ده اللي عمله مين او اللي امر بيه سيدنا عثمان، وهنشوف دلوقتي السبب فيه ايه. انشاء البحرية الاسلامية، اول اسطول بحري اسلامي، الفتوحات الاسلامية اللي كانت في عهده. كتابة القرآن في مصحف واحد اللي هو المصحف اللي قدامك في الصورة. أمر الخليفة عثمان بن عفان زيد بن ثابت، احنا سمعنا الاسم ده قبل كده؟ سمعناه لما قلنا ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كلف زيد بن ثابت بجمع القرآن الكريم من حفظته، من الناس اللي بيحفظوا، وبعض الصحابة كلفوه بجمع القرآن في مصحف واحد. ليه؟ لما الدولة الإسلامية بدأت تتسع ودخل فيها ناس كتير غير العرب من الأعاجم والفرس والروم، ودول لا يجيدوا اللغة العربية، فإزاي هيقرأوا القرآن قراءة صحيحة أو سليمة؟ فبدأت القرآن يقرأ بطريقة غير صحيحة، فطلب من زيد بن ثابت ان هو يكتب القرآن في مصحف واحد، وبعد كده ينسخ منه عدة نسخ ويبدأ يوزعها على كل الأمصار الإسلامية ليوحد قراءة القرآن الكريم في كل الدولة الإسلامية. وده يعتبر من أعظم أعمال سيدنا عثمان للمحافظة على القرآن الكريم في الحفظ وكنطقا لغويا، لأن الناس بدأوا يختلفون في قراءة القرآن، وذلك لدخول الكثير من غير العرب في الإسلام، وحتى تتوحد قراءة القرآن الكريم في القبائل العربية والبلاد المفتوحة، فتعتبر دي كانت أعظم أعماله. قام الخليفة عثمان بن عفان زي ما قلنا بنسخ القرآن الكريم وتوزيعه على كل البلاد الإسلامية. بعد كده يقول لي إيه المقصود بالأسطول البحري؟ كلمة أسطول يعني مجموعة من السفن يا أولاد، ممكن تستخدم في الحرب ويبقى أسطول حربي، ممكن يستخدم في التجارة بين البلاد ويبقى أسطول بحري اقتصادي للتجارة يعني. طيب تاني عمل مهم عمله سيدنا عثمان هو إنشاء البحرية الإسلامية. سيدنا عثمان أمر كلا من معاوية بن أبي سفيان، وده كان بيحكم أو الوالي بتاعه على بلاد الشام، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، وده كان الوالي على مصر، وطلب منهم هما الاثنين ان هما يتعاونوا مع بعض ويوفروا كل الامكانيات لبناء اسطول بحري اسلامي. كان الهدف من الاسطول ده ايه؟ او ليه طلب انه يبقى اول مرة المسلمين يفكروا في ركوب البحر، ان يبقى ليهم مراكب، هما ناس عايشة على طول في صحراء. ايه اللي خلى سيدنا عثمان بن عفان يفكر في البحرية الاسلامية؟ احنا عارفين ان البحر المتوسط كان بيطلق عليه الاول بحر الروم، نسبة إلى الأسطول العظيم أسطول الروم البيزنطي اللي كان بيسيطر على البحر المتوسط. وبعد خروج الروم من مصر وبلاد الشام بدأ أسطولهم يهدد السواحل الإسلامية في مصر والشام، وعلشان أنا أقدر أحافظ عليها لازم يكون عندي أسطول يستطيع صد الهجمات دي عند حدوثها. وده اللي جعل سيدنا عثمان بن عفان يطلب من الاثنين من الولاة اللي بلادهم على الساحل المقابل للأسطول البيزنطي وهي مصر وبلاد الشام بتجهيز أسطول لحماية سواحل مصر والشام. وبكده أمن سيدنا عثمان حدود الدولة الإسلامية برا وبحرا.
الفتوحات الإسلامية في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه: فتح أرمينيا، وفتح جزيرة قبرص، فتح إفريقيا وبلاد النوبة. الأربعة تقسموا ما بين 2 من الولاة اللي كان بيعتمد عليهم سيدنا عثمان، وهما معاوية بن أبي سفيان وعبد الله ابن سعد بن أبي السرح. هما دول اللي ماشيين معانا في بناء الأسطول، وهما اللي دلوقتي ويانا في الفتوحات الإسلامية، عشان ما نتلخبطش في الأسامي. يبقى أنا عندي والي في مصر عبد الله ابن سعد بن أبي السرح، وعندي معاوية ابن أبي سفيان في بلاد الشام. استكمل الخليفة عثمان بن عفان باقي الفتوحات، فبدأ يرسل جيوشه إلى جهات متعددة. أرسل أول حاجة معاوية بن أبي سفيان والي الشام، طلب منه إن هو يفتح أرمينية، فأرسل معاوية القائد بتاعه اللي هو القائد مين؟ حبيب ابن مسيلمة، وفتحها بالفعل سنة 25 هجري. بعد كده طلب منه يفتح جزيرة قبرص، ففتحها معاوية بن أبي سفيان عام 28 هجرية. ويجي سؤال يقول لي الجزيرة اللي في البحر المتوسط المقابلة لبلاد الشام اللي هي قبرص، ليه يطلب منه سيدنا عثمان بن عفان فتحها؟ لأن الروم في الوقت ده كانوا بيتخذوها مركز لهجماتهم على مصر والشام، لذلك أراد أن هو يسيطر عليها حتى لا تكون مصر والشام عرضة لهجمات الأسطول البيزنطي. أمر عثمان بن عفان معاوية بفتح جزيرة قبرص ليه؟ وده السؤال اللي قدامنا. هيقولوا بهدف وقف هجمات الروم على السواحل في مصر وبلاد الشام. طيب، ده بالنسبة للجزء الأولاني من الفتوحات اللي هي أرمينيا والجزيرة قبرص، وزي ما نشوفها دلوقتي في الخريطة اللي هم قريبين من بلاد الشام. طيب، عبد الله بن أبي السرح والي مصر هيفتح إيه؟ اللي عنده في إفريقيا، اللي هم هيفتح إفريقيا اللي هي تونس حاليا، وبلاد النوبة اللي هي جنوب مصر. وفعلا فتح تونس أو إفريقيا سنة 28 هجرية، وبلاد النوبة فتحها عام 31 هجرية. الخريطة اللي قدامنا بتبين لي الفتوحات اللي تمت في عهد سيدنا عثمان، ولازم بنعرف ان أرمينيا قريبة هي من دمشق وخارج منها الجيش من دمشق من بلاد الشام، وقبرص هي جزيرة مواجهة لسواحل بلاد الشام، وعشان كده أمر معاوية بن أبي سفيان بفتحها. أما في مصر فاتجهت الجيوش المصرية بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح لفتح شمال إفريقيا لغاية ما وصل زي ما انت شايف على الخريطة إلى إفريقيا اللي هي دلوقتي تونس، واتجه جنوب مصر لغاية ما أخذ بلاد النوبة. موقعة ذات الصواري. ايه حكاية موقعة ذات الصواري؟ عام 34 هجرية أرسل الروم أسطول بحري كبير كان من حوالي 500 سفينة، فلما عشان يغزو السواحل الإسلامية. لما علم بذلك سيدنا عثمان بن عفان أرسل لمعاوية لتجهيز الأسطول لصد هذا الهجوم، وبالفعل معاوية بن أبي سفيان طلب من عبد الله بن سعد بن أبي السرح يبدأ يتحرك بالأسطول لمواجهة الأسطول البيزنطي أو أسطول الروم. وفعلا دارت معركة عنيفة جدا، واستطاع فيها الأسطول الإسلامي يهزم أسطول الروم ويكبدهم خسائر فادحة. تمام، فدارت معركة عظيمة كانت من أهم نتائجها انتصار المسلمين وتدمير أسطول الروم وقتل الآلاف منهم. وبكده استطاع سيدنا عثمان بن عفان يأمن حدود البلاد ويصد أي عدوان حتى لو كان من جهة البحر يا أولاد. طب إيه النتائج اللي ترتبت على الفتوحات اللي قام بيها سيدنا عثمان بن عفان؟ أول حاجة تأمين حدود الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية امتدت من أرمينيا شمالا زي ما شفنا في الخريطة، غربا إلى إفريقيا اللي هي تونس دلوقتي، وجنوبا إلى بلاد النوبة. ده أدى إلى كثرة الخير في عهده بسبب كثرة البلاد المفتوحة. استشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. في أواخر عهد سيدنا عثمان بن عفان بدأ تحرك غريب من الفتنة داخل الدولة الإسلامية،
تزعمه واحد اسمه عبد الله ابن سبأ. عبد الله بن سبأ كان يهودي دخل الإسلام، هو كاره ليه، وعلشان كده حاول بكل الطرق إثارة الفتنة بين المسلمين وهدم كيان الدولة الإسلامية. النتائج اللي ترتبت على كده انضم ليه بعض المنافقين وبدأوا يوجهوا اتهامات باطلة لسيدنا عثمان بن عفان وبيطالبوا بعزله، إلا إن سيدنا عثمان رفض، لأن اللي ولاه أمور المسلمين والخلافة هي البيعة العامة أو بيعة كل المسلمين، فمش من حق فئة قليلة تطالب بعزله. لكن هم حصروا بيته و40 يوم يا ولاد، وحاولوا ان هم يهجموا على البيت لغاية ما في الاخر نجحوا بالفعل ودخلوا عليه وقتلوه وهو كان بيرتل القرآن الكريم. كان عبد الله بن سبأ زي ما قلنا رجل يهودي دخل الإسلام وهو حاقد عليه، وقد استمرت الفتنة اللي أشعلها بين المسلمين لغاية عهد الخليفة علي بن أبي طالب، زي ما هنعرف المرة الجاية بعد أن صعدت روح سيدنا عثمان بن عفان إلى الله سبحانه وتعالى وهو شهيد يرتل في القرآن الكريم. معادنا المرة الجاية إن شاء الله مع آخر الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب. شكرا ليكم حبايبي.